نقول واش هذا غير سكتني يعني انا القيسم ديجا واش هذا قدو غير سكتني واخا غنقول لك واحد الرساله ياخذوها كاع دوك الناس اللي غيبداو في شي دومين. بديت كنفهم راسي وبديت كنوعى وبديت كنعرف انه خاصك تعلم شي حوايج ابار المعلومه ابار بزاف الحوايج. خاصك تفهم النفسيه ديال التلميذ، خاصك تعرف كيفاش كيرياجي. يعني الا جينا نشوفوا القصه ديالك استاذ القصابي غادي نخرجوا برساله وحده وهي انه الانسان يتشبث بالحلم ديالو. شوف عندي تحفظ كبير في هذا الموضوع، كنت في اللغه غنعاود نقول لك عندي تحفظ كبير، لكن غادي نجاوبك وما تكونش لغه فاشله. الاشاعات راه قلتيهم اشاعات، كيجي واحد الوهم ديال النقص كيبدا يقول مع راسو واش بصح هادشي اللي فاهمو انا بوغ لو مومون راه هو كافي انني نمشي بيه للوطني. حيدوا الستار شويه ونشوفوا هادشي كيفاش غادي يخدم. تصنت ليا مزيان شنو غنديروا، يعني خصني نكون مرتاح مزيان في هذا الموضوع لان التلميذ غيواجه هادشي. اذا السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الحلقه الثالثه من بودكاست اش بان ليك. معكم مره اخرى في حلقه جديده وفي ضيف جديد، وهذه المره معنا ضيف كبير جدا، استاذ ماده الفيزياء دوزيام باك، استاذ صافي اسامه. مرحبا بك معنا. كنشكرك بزاف اخي يونس على الاستضافه ديالك وهذه الالتفاته. هذا البودكاست ما جاش بالسهل، كنا ناويين نديروا شحال هذه مي وقت ما كيجا كينفع. كنشكروا الاخ طه اللي هو اللي عرفنا اننا نديروا هذا البودكاست، وكنشكروا جميع التلاميذ دوزيام باك اللي غيشوفوا هذا البودكاست هذا وغيستمتعوا به. خليكم معنا. اذا مرحبا بك معنا استاذ القصابي مره اخرى. غادي نمشيو لواحد فقره صغيره كنديروها في البدايه ديال كل حلقه اللي كنقدموا فيها الضيف ديالنا، وعاد باش ندخلوا للمعقول. استاذ القصابي مرحبا بك معنا مره اخرى، نخليك تقدم لنا راسك. شكرا الله يحفظك. استاذ اسامه القصابي، استاذ ماده الفيزياء والكيمياء، السلك الثانوي التاهيلي. كندير ديزانفيستيسمون اوتر، يعني ابار التعليم كندير ديزانفيستيسمون دي بروجي ديالي، ومازال كنقرا وكنطالع على كتب وكنحاول ديما نطور من راسي اكثر فاكثر، وكنقرا كتب بزاف ديال علم النفس لان كان الشغف ديالي هو علم النفس والطبيعه البشريه وكيفاش يفونكسيوني الانسان والدماغ البشري كيفاش كيتعامل وكيفاش كيرياجي. شكرا لك استاذ القصابي، وندوزوا لاول فقره معنا في الحلقه الثالثه من البودكاست اش بان ليك، والعنوان ديالها هي التعارف والبدايه. وغادي نمشيو لاول سؤال عندنا واللي كيقول علاش استاذ القصابي اختاري شي ماده الفيزياء وما درتيش شي توجه واحد اخر؟ ثق بي هذا السؤال هذا باقي انا ما عرفتوش لحد الان، مي انا غنعطيك القصه ديالي كيفاش كانت. انا كنت شغوف بزاف هذه الماده ديال الفيزياء سيرتو من ثالثه اعدادي. لقيت راسي انني كتعجبني هذه الماده وكنستمتع بها. تخيل معايا شديت الباك فيها، ما عرفتش شنو غندير التوجه زعما. انا ما كاينش ديك الناس اللي كانوا كيفكروا في التوجه، شنو هو التوجه ديالك، شنو باغي دير. كانوا كيقراو معايا صحابي، شدوا معايا الباك كيقولوا لي داير صحابي احنا يلاه تبعنا مع لافاك، هما صحاب داروا ايكونومي يقولوا لي تبعنا ليكونومي. قلت لهم لا انا غنكمل فيزيك. وديك الساعه الصراحه كانوا كيقولوا لي لا راه فيزيك ما كاينش افاق وما كاينش، مي انا الصراحه ما كنتش كنشوف انني كنقرا باش نخدم والله زعما. بقيت غادي لقيت راسي مسجل في الاس ان في لافاك طريقه جديده، كنقرا الترموديناميك كنفاليدي في لي موديول وغادي كنستمتع. يعني ما عرفتش واش اختيار او لا اجبار، والله ما عرفت والله ماما. اذا نمشيو للسؤال الثاني استاذ القصابي، وكيقول علاش اختاريتي تولي استاذ ديال الفيزيك؟ واش اختيار ولا اجبار؟ لا هذه صراحه اختيار واختيار واعي وغير واعي. كيفاش اختيار واعي وغير واعي؟ اختيار واعي لانني انا وعيت انني ان عندي واحد المعلومات خاصهم يتبارطاجوا مع الوليدات، خاصهم ربي عطاني واحد البركه في واحد العلم خاصو يتبارطاجا مع الناس وما يبقاش عندي باش تبقى صدقه جاريه. قلت لي اختياري او اجباري. اجباري لانه ما كنظنش انه اجباري في حد ذاته، لكن لقيت الشغف فيه. ميم طون انني انا لقيت راسي اختاريت، وميم طون انني لقيت راسي يعني كان عندك الشغف لقيت ذاتي في الماده. اذا نمشيو لثالث سؤال في الفقره الاولى دائما واللي كيقول واش مهنه التعليم خديتيها عن حب ولا فقط من اجل كسب المال؟ يا يونس كتفرج فيا لا مره شويه باش كنسجل فيديوهات 3 جوج صباح. شوف غير هذه غنجاوبك.
انا لقيت راسي كندير هاد الماده وما عارفش. تخيل معايا كنوض 3 الصباح 4 الصباح كنسجل فيديوهات للوليدات وغدي فايق بعد 8 غنمشي نخدم. تخيل معايا. مي الحمد لله لقيت راسي انني شغوف بهاد الماده اكثر ما انه ما غاديش نقول لك لغه الخشب لا ماشي ماديه، لا بالعكس كاين واحد الشغف لهاد الماده وميم طورا خاص الانسان يتجازى عليها ماديا او لا معنويا او لا بزاف د الحوايج. نمشيو لاخر سؤال عندنا في الفقره الاولى ديالنا واللي هو غيكون قصه شخصيه ديالك واللي كتقول كيفاش كانت اول حصه ديالك في التعليم. يا اش بغيتي عندها؟ شي ستوري تايم هذا. ستوري تايم. اول مره غادي يعني بغيتي تقول لي اول حصه غادي تدخل تقري اي كيفاش من ناحيه نفسيه هذا ستوري تايم هذا. دابا اول مره انا غادي ندخل نقري ثق بيا كانت عندي 20 عام يلا غنقفل 21 عام حيت لانني انا خديت ليسونس صافي دفعت الماستر دفعت لي زيكول بريفي كانت عندي تقريبا ديك 20 عام 21 عام غندخل نقري. تخيل معايا انا داك الساعه يلا اول حصه غادي ندخل. دابا انا كنت نقرا في لافاك عندها واحد لا كولتور سيرتو الا كنتي كتقرا في الفيزيك او لا شي اي دومين جو بونس ما كتبقاش تشوف البروف كبروف زعما كتشوف المعلومات اللي عنده فهمتيني. كتدخل في واحد لا كولتور ديال انك تدخل لونفي كتشوف البروف كتشوف داكشي اللي كيعطيك او لا يعني تي دي او لا تي بي كتدخل باش تقرا صافي كتولي عندك هذاك الفيزيك سيرتو كتولي مهووس بداك الفيزيك كتولي كتدخل باش تقرا ما كيبقاش تشوف البروف. الوغ انا بحال قلتي طبعت بديك الشخصيه. اول مره غادي ندخل نقري في شهر 4 عيطات لي واحد ليكول بريفي عندك الساعه باقي كنقرا بروميير اني ماستر عيطات لي واحد ليكول بريفي قالت لي يا استاذ احنا بغيناك تجي تخدم معنا راه مشى واحد الاستاذ جيت تقري الوليدات هذا. قلت له نعم قال لي ترونكوما قلت له مرحبا صافي انا فرحان عرفتي شنو راه من هذاك كتكون اول خدمه ديالك كتكون اول خدمه ديالك كتقول وليت انا استاذ راه غير ديك الكلمه ديال الاستاذ كتفرحك سيرتو يلا غادي تدخل تقري ديك الماده اللي كتعشق نتايا. تخيل معايا داخل ومع كيما قلت لك انا كنت طبع ديك لا كولتور ديال ان في لافاك ما كتبقاش تشوف البروف صافي شنو لاباس شنو عنده كتشوف المعلومه صافي كتدخل باش تقرا. انا مع داخل معنا صافي لابس سروال جين سبرديله ديجا صغير جاكيطه انا ديجا ما عنديش اللحيه ماشي بحال هكا عرفتي بحال شي طالب اللي هو اصلا نقول واقيلا ايتيديون ديال الباك. مع داخل هو اصلا كونفيرما معايا دابا المدير كونفيرما معايا قال لي غدا صافي جي تقري صافي. مع جيت تلاقيت مع المدير انا مع سلمت على المدير باغي يديني المؤسسه الحارس العام لاحظت ان المدير بحال شافني قال لي واش انت هو اسامه القصابي اللي دويت معاك البارح؟ قلت لي لا انا. قال لي بقى كيشوف قال لي مرحبا صافي ويطلعني للقسم انا كنبان صغير. ما دخلت القسم السلام بخير يلا غنبدا الدرس كنسمع الصداع اصلا داك القسم ساكيم يمكن واحد البروف مشى لانه القسم كانوا في شي مشاكل اصلا. دابا باش تعرف واحد القضيه هذيك اكتسبتها وكيقولها هذه القضيه معروفه بزاف. لي زوتيديون في شهر 4 شهر 3 كتلقى القسم كيولي مكهرب التلميذ لي زيموسيون ديالو كيترونوا كيكون قريب الامتحان قرب الامتحان او قريب السنه نهايه السنه كيدخل في واحد الترانسفورماسيون ديال انه سيرتو العام دغيا كيدوز صافي كيترون حتى القسم كيترون. دخلت انا صافي يلا باغي نبدا الحصه السلام وليدات دابا انا يلا بغيت نقدم لهم راسي دابا ضمن مني حيت كيما قلت لك طبعت هذيك لا كولتور ديال انك تدخل في لافاك كتقرا ما كتشوفش البروف. الوغ كنت كنظن وكنت كنعتقد انني غير داكشي اللي في دماغي ولا غتدخل انا استاذ صافي انا شحال ما عندي في دماغي مزيان شحال ما انا غادي ننجح معاهم. الوغ لقيت لا واش تعلمنا زعما فهمتي ما غنبدا الحصه نشرح ونقول لهم سكتوا صافي قلت الامور مزيان ولا نبدا نشرح شويه ولا ندور قام كيضحكوا الرواج في القسم ولا نقول لهم سكتوا الشباب الله يرضي عليكم راه حنا كنقريو. واحد الوقيته ما واش يسكتوا بحال دابا شي بنت ولا ولد كنقول ليه اسكت عافاك راه كنقري الله يرضي عليك هكا لي عافاك عرفتي تقمص الشخصيه هذا ماشي اسكت اسكت عافاك كيشوف فيك يدير لي ها كيهضر انت خمسه وقت كيشوفني انا كيقول واش هذا غيسكتني انا القسم ديجا واش هذا قدو غيسكتني واش سكت فيا صافي ناض صداع وادي داز الحصه
صافي داز الحصه سالات، وين نخرج ويقول لي المدير اجي نجي نقول لك استاذ الله يحفظك. دخل هو اصلا ديجا داك المدير كان كيدخل عندي كان كيسكتهم وداك الشيء، ويقول لي اجي ويدخلني المدير عنده البيرو ويقول لي استاذ صافي بخير، غتسمح لنا استاذ راه ما نقدروش نكملوا معاك، راه هادي ما نقدروش لان الدراري شويه لاعب عليهم سن المراهقه وما عارفينش وانت استاذ بنتي ليا ما غاديش تقدر تكمل معنا، وهذه مهم واحد البروتوكول كيكون تقال. ثق بيا داك النهار بالضبط، هذاك النهار ما تصورش شحال اثر عليا على النفسيه ديالي. واخا غنقول لك واحد الرساله ياخذوها كاع دوك الناس اللي غيبداو في شي دومين، سواء كدير المونتاج، سواء كدير اي دومين تعلمتي ليه واحد السكيلز غتبارطاجيها مع الناس او غدير واحد الخدمه مع الناس، عمرك ما تسنى الفاليداسيون مع الناس واخا تكون اول مره غتبدا، لانه تيرمون انني انا باغي ندخل نقري وباغي نعرف راسي، باغي الفاليداسيون مع الناس. واو انا قريت مزيان لان يلاه بادي، فهمتي؟ ديما تشوف الناس كيف فوالا كيشوفوا. تخيل معايا هذيك يلاه بادي وهذا الشوك اللي جاني، ما نكذبش عليك واحد 2 سيمانات ما بقيتش ريحت في الدار، اكتئبت لاني كنشوف انا بحال كنقول مع راسي هادشي ما تعطانيش، غير انا بديت كنفهم راسي وبديت كنوعى وبديت كنعرف انه خاصك تعلم شي حوايج ابار المعلومه، ابار بزاف د الحوايج، خاصك تفهم النفسيه ديال التلميذ، خاصك تعرف كيفاش كيرياجي، خاصك تقري، خاصك تعلم الديداكتيك، خاصك تعرف تجيري الامور ديالك في القسم، خاصك تكون فنان بمعنى الكلمه. يعني المعلومه في الفيزيك مزيان انك تكون متمكن وهذه، ولكن خاصك تعرف تجيري الامور ديالك مع التلميذ. يعني الا جينا نشوفوا القصه ديالك استاذ القصابي غادي نخرجوا برساله واحده، وهي انه الانسان يتشبث بالحلم ديالو، ديما الحاجه اللي كيبغيها والشغف ديالو كيلقاه فيها يكمل فيها وما يحبش. البدايه دائما كتكون صعبه، وقد ما زدتي صبرتي قد ما زدتي كملتي في هذاك يعني الميدان اللي انت كتبغيه وكتحبه، راه ان شاء الله ربي غادي ييسر لك فيه. وندوزو لثاني فقره عندنا في الحلقه ديالنا، واللي كتقول العنوان ديالها اش بان لك في التعليم المغربي. السؤال الاول كيقول اش بان لك في التعليم في المغرب، كيفاش كيجيك اليوم؟ اش بان لي في التعليم المغرب كيفاش كيجيني اليوم؟ كيفاش كيجيني اليوم هي النظره اللي كانت كيفاش كيجيني البارح، واللي النظره اللي كان كيجيني اول البارح. كنتمنى انه يكون شي التفاته في هذا الجانب ديال التعليم، لان التعليم هو الاساس ديال الدوله، وهو اللي غادي يكون لنا اطباء دكاتره، غيكون لنا محامين، غيكون لنا قضاة، غيكون لنا ناس كيفهموا في الكره، ناس كيفهموا في دومينات بزاف. التعليم كيفاش كيبان لي اليوم، او لا كيفاش غيكون اليوم، كيفاش كيبان اليوم؟ حاجه وحده الى نجحنا حنا كاساتذه وان منظومه التعليم بصفه عامه وكاساتذه بصفه خاصه ان نقولوا نعطيو للتلميذ علاش انت كتقرا. هاد الكيسيون خاصو يتطرح في الدماغ التلميذ ويلقى ليه جواب، حيت كاين اللي كيقرا وما عارفش علاش راسو كيقرا، لان الا تسقلات الموهبه ديال داك التلميذ وعرف علاش كيقرا، هو بوحدو غيخرج منه بزاف الابداع. علاش كتلقى دابا حنا دابا في مجتمع راه كيبان لنا كلشي، والناس المشاهدين غيفهموني اذا شنو كنقول. علاش دابا كتلقى مثلا الا مشيتي شي كوليج، ما نمشيش معاك الليسي، ها الكوليج، كتلقى الدراري كيقراو في اولى اعدادي، ثاني اعدادي، ثالثه اعدادي، متشبتين بواحد الثقافه ديال الالتراس. هو يلاه عنده 12 عام 13 عام 14 عام مشبت بثقافه الالتراس. كنظن انها ثقافه الالتراس هي ثقافه مزيانه، كدير اعمال خيريه، شي حاجه اللي زوينه، فيها بزاف جوانب ايجابيه، لكن هذاك الدري اللي متشبت بثقافه الالتراس ولا كيلقاها واحد الاحتضان اللي غادي تحتضنه، او لا غيتبت فيها الشخصيه ديالو، غيتبت فيها ذاته. الوغ علاش طرا هذا الشيء؟ كنظن انه حيت التلميذ ما عارف اش كيقرا. نهار غيعرف التلميذ اش كيقرا ونفسروا ليه انت كتقرا شنو خاصك دير هنايا، علاش انت كتقرا. اي انسان كان كيعرف يرسم، او لا كيدير المسرح، او لا كيدير الفن، او لا كيدير الموسيقى، او لا كيدير اي حاجه، غادي نسقلوا ليه الموهبه ديالو وغيلقى فيها ذاته، على انه يبغي يثبت ذاته في حاجه اللي مغلوطه بزاف. لان ما كنقولش دابا الالترا ان حاجه مغلوطه، لكن كنقول طريقه باش هو شاف الالترا او لا بغاش يثبت راسو، لانه ديما غيبغي يدير شي حاجه اللي كبيره باش يثبتوه دوك الناس اللي في الجامعه تما. هو كيقلب على الفاليداسيون، كيقلب على تقدير الذات، اللي حنا كنظن ما نجحناش باش نقولوا ليه انت راك مزيان. ودائما نبقاو في نفس الفكره اللي كنا كندويو فيها استاذ. انا صراحه عندي واحد وجهه النظر بالنسبه لهذه القضيه هذه، ديال انه التلميذ ما عارفش علاش كيقرا.
بالنسبه لي انا، احنا كاملين كمجتمع مغربي عندنا واحد الفكره، واللي بالنسبه لي انا كراي شخصي انها مغلوطه، وانه احنا كنقراو باش نخدموا. ما عرفتش واش كتفق معايا استاذ في هذه القضيه هذه ولا لا، حيت حنا كنقراو باش نوعاو، باش يكون مجتمع واعي، يكون مجتمع قاري. الارزاق دائما كتبقى بيد الله، تقدر تقرا وتشد الدبلومات الماستر وما دير بهم حتى شي حاجه. ما عرفتش كتفق معايا استاذ ولا لا. شوف، راه هذه هي فاش كنقولوا الانسان انه يقرا باش يخدم. الوغ تد كيفاش ديفينات دابا حنا، راه السياق ديال السؤال ديالك هو البدايه ديال الجواب الاخير. مزيان هذا السؤال كان ذكي من عندك، لانه غيكمل التتمه ديال الجواب اللي قبل. لان التلميذ ما كيعرف راسو شي يقرا، كتجي لي اول فكره في دماغه انني غنقرا باش غندي نكون مستقبلي. الوغ المستقبل كنظن انه كيتكون بالقرايه، ما كنرفضوش هذا الشيء هذا. القرايه شي حاجه اللي واعره بزاف، لكن انك تستمتع وانت كتقرا، وانك كتستمتع وانت كدير داك المستقبل ديالك. لان شحال كنشوفوا ان شحال من واحد كيقرا واحد الحاجه لانه غير ترغمت عليه، او لا عرف ان راه ولد عمو قراها حيت نجح فيها، او لا فلان قراها حيت نجح فيها، او لا الناس كيحترموا ديك المهنه ديال انه هذاك طبيب راه انسان كيتحترم، هذاك استاذ كيتحترم، هذاك انسان خياط راه غنحترموا. لا، الامور ما كتمشيش بالاحترام وعدم الاحترام، كتمشي بالشغف. المهم تقدر تقرا اي حاجه وتخدم هذيك الحاجه اللي كتبغي، غتعطي فيها اكثر مهما كانت ديك الحاجه، لان تما كاين الشغف ديالك وما غتحسش بالوقت وانت كديرها. الوغ كنظن ان القرايه ما ترتبطش ارتباط اساسي بالخدمه، انك تقرا وتوعى كان افضل. اذا شكرا لك استاذ القصابي على هذه المعلومات هذه، كنتفق معك فيها. نمشيو للسؤال الثاني واللي كيقول كيفاش كتشوف الامتحان الوطني في ماده الفيزياء؟ واش بصح الفيزياء كيقيس الفهم؟ واش بصح الفيزياء كيقيس الفهم؟ الفيزياء كيقيس الفهم بالتحليل. اللي قلت لك انايا واش الفيزياء حفظ او لا فهم، غنعطيك واحد النسبه. كنظن ان انايا الفيزياء انه 90% فهم و10% حفظ. الحفظ كيبقى في العلاقات، انك خاص تكون حافظ العلاقه، هذه ضروريه باش انك تابليكا. ولكن واش ديك العلاقه اللي حافظ واش غادي تابليكا في داك السؤال؟ هنا كيدخل الفهم. لان كاينين علاقات مثلا في السرعه كنقولوا ان الفيتاس كتساوي دي على دلتا تي، وكنقدروا نقولوا لاندا على تي او لاندا في الفريكونس. ولكن امتى غنابليكي الاولى، امتى غنابليكي الثانيه، الثالثه، على حسب لي دوني. الوغ هنا المعيار ديال الفيزياء كيفاش كيتقاس بالاساس واحد 90% ديال الفهم، انه يحلل السؤال ويعرف المعطيات ويعرف يتعامل معه. شكرا لك استاذ اسامه. نمشيو لثالث حاجه عندنا في هذه الفقره هذه، واللي كتقول شنو الهدف الحقيقي بالنسبه لك من الامتحان الوطني؟ الهدف الحقيقي من الامتحان الوطني شخصيا كيبان لي الامتحان الوطني شي حاجه اللي زوينه، ان الانسان يدوز الامتحان الوطني ويعيش هذا البروسيس وهاد التجربه ديال الامتحان الوطني شي حاجه اللي واعره بزاف. لانه غيكون اولا الشخصيه ديالو، لان ايتيديون كيقرا في السانكيام او في السيزيام او في اي عام كيكون كيدوز مراقبه مستمره صافي كينجح. الوغ في البكالوريا كتبدل المفاهيم. البكالوريا من الناحيه المجتمعيه هي ان كنشوفوا انه شي حاجه اللي مهمه بزاف. الوغ هادشي كيخلق واحد التضخيم للتلميذ في عقله على انها شي حاجه كبيره بزاف، ولكن هي واحد جانب ايجابي، لان التلميذ كيولي مسؤول. البكالوريا كتعاونك انك تولي انسان مسؤول. الوغ انت فاش كتنوض كتبريباري الامتحان فيزيك مات اس في تي متبوع في الوطني شهر 6، الوغ كتولي ان كتدخل معك المسؤوليه، وكتبدا تعرف ان الحياه راه مسؤوليه بعض الاحيان، وتما كتكون الشخصيه ديالك انت قبل الباك ماشي هو انت ورا الباك. شكرا لك استاذ اسامه. نمشيو لثالث فقره عندنا في الحلقه ديالنا، والعنوان ديالها هو الاستعداد للوطني. احنا ما كنعرفوا استاذ بانه احنا في فتره اللي صعيبه بزاف. احنا حاليا يعني كنقربوا زي غادي وكنقربوا الامتحان الوطني. احنا على وشك الدخول ال 40 يوم الاخرى. ونمشيو للسؤال الاول كيقول شنو خاص التلميذ يدير قبل من الباك باش يكون واجد؟ يعني شنو خاصو يدير قبل من الباك باش يكون واجد الامتحان الوطني؟ يعني في من الناحيه النفسيه، جميع النواحي. جميع النواحي. واخا غندوي من الناحيه النفسيه. شنو خاص التلميذ يكون عارف؟ اولا يعرف انه هذاك الامتحان الوطني هي واحد الورقه غادي يمشي يدوزها لا غير. انه ما يضخماش بعقله بزاف، يقول ان هذا الامتحان الوطني انه هو غيحدد المسار ديال حياتك. يعني ولو انك ماشي غنفشلك ولا شي حاجه، يعني ولو انك تجيب نقطه عاليه في البكالوريا ما كاينينش انها نهايه المطاف.
والعكس صحيح. ما كاينش انك لا شي واحد النقطه متدنيه في البكالوريا نجحتي او لا كاع ما نجحتيش، ما كاينش انها نهايه العالم. انت كشخصيه انك اكبر من الباك، انت غادي تعيش ورا الباك، الباك غيدوز وانت غادي تعيش. الوغ الباك هي واحد المرحله في الحياه. كيفاش هو غادي يساعد لي؟ غيساعد لي على انه واحد الحاجه اللي غادي يدوزها في واحد النهار معين، يعني غيساعد من الناحيه النفسيه انه غيشوف ان هذيك الحاجه غيدوزها بحال على الطريق، غيدوز وغيكمل. هذا هو اهم استعداد، انها هذه المعلومه تكون في عقلك. استعداد انها في الناحيه المعلومه انك تكون ضابط امورك وتكون فاهم المفاهيم ديال الماده، ندوي على الفيزياء، انك تكون فاهم الفيزياء وعارف كيفاش دير الامور ديالك في نهار الامتحان، وتكون بريباريتي بزاف ديال الامتحانات وخدمتي على العامل ديال الوقت، لان بعض الاحيان انك انت عندك معلومات لكن غيبقاو في دماغك ما تقدرش تابليكم في ورقه على العامل ديال الوقت. الو خاصو يتيستي راسو ويجرب راسو في الدار ويشوف راسو ديك السيتوياسيون، يحط راسو قبل ما يشوفها هو يشوفها في دارهم. شكرا لك استاذ اسامه مره اخرى. نمشيو للسؤال الثاني عندنا في هذه الفقره هذه، كيقول اش بان لك في التلاميذ اللي ما فاهمين والو منين غيبداو وكيفاش يطلعوا المستوى؟ شوف، عندي انحفاظ في هذا الموضوع هذا. شخصيا انايا غنهضر من واحد الجانب. دابا التلميذ غيلقى راسو سيرتو في هاد لابيريود هادي. انا رساله فين هي الكاميرا؟ هي هاديك. شوف فيها، الا كنتي انت كايتيديون في الدوزيام اني باك ما عمرك فهمتي الفيزيك، ولا ماشي غير الفيزيك، المات اس في تي لونغلي فلسفه، ما عمرك فهمتي شي ماده، انت تفاق لك الضمير ديالك وانك بغيتي تبدا. هذه بادره زوينه بزاف اللي درتيها، لانها تبارك الله عليك عرفتي انك خاصك تبدا، وهذا هو الوقت المناسب. انا ماشي غنقول لك انت تعطلتي او انت زربتي او لا. انت دابا غادي تطيح في جوج ديال ليكا. لوكا الاول هي انك غتشد واحد، لا ندوي على الفيزيك مثلا، غتشد واحد الشابيتر غتضبطها مزيان، غتعرفها مثلا بحال الكتريسيتي ار سي ار ال ار ال سي موديولاسيون، غتمشي تشد لك الوقت ديال بصح، ولكن غادي تضبطها. غتشد ار سي غتضبطو مزيان، غتشد ار ال غتضبطو مزيان، وغتشد ار ال سي موديولاسيون يعني غتضبط شابيتر مزيان وتخدم فيها دي زيكزامناسيون. هادشي غادي يدي لك الوقت، ولكن غادي تمشي للامتحان غادي تخرج. هذه لوكا الاولى. لوكا الثانيه انك تقدر تهوكا ويبان لك انه راه واحد اللايف او واحد الفيديو او لا واحد الحاجه هي اللي غادي تعتقك. الوغ ما كنظنش ان هذا الشيء غيكون صحيح. تقدر غتقول اجي نتفرج في هذه وغنجيب واحد 5 ولا 7 ولا 8 نقاط. الوغ هذه القضيه هذه ما كايناش في الفيزيك، سيرتو في هذه الاعوام الاخيره، ولا الفيزيك كتعتمد على انسان اللي ضابط اموره. داكشي علاش قلت لك يا غادي تختار لوكا الاول ديال انك تضبط امورك مزيان وتمشي مع الماده مزيان. في واحد غتختار انك تخدم الكتريسيتي والشيمي في واحد المده ديال شهر، ولكن هذاك الالكتريسيتي والشيمي اللي خدمتيهم غتمشي للامتحان الوطني غادي تخرج، ما غيكونش عندك مجال ديال انك ما غتخرج. عكس ان الحاله الثانيه غادي تبقى تشوف هنا شويه هنا شويه هنا شويه هنا شويه، تقدر داكشي كامل اللي شفتيه يدوخك نهار الامتحان وما تلقاهش. الوغ كنصحك دير الحاله الاولى. وعندي تحفظ كبير في هذا الموضوع، ما بغيتش نديطايي فيه بزاف. شكرا لك استاذ اسامه. انا بالنسبه لي شخصيا ما عرفتش صراحه ما بين الخطه الاولى والخطه الثانيه، ولكن ما يوصل نتايا. شوف اللي غنقول لك، سواء خديتي الخطه الاولى والخطه الثانيه، هذا شيء ايجابي. ما عندوش من الجانب ديال انك غدوز البكالوريا، انك انت غادي تتعلم انك تبدا تبريباري وتخدم وهذه. لكن غير انت غلطتي هذا العام، عرفتي انك ما بديتيش من بدايه العام ودابا فاق لك الضمير المهني، هنا فين كنشوفوا، هنا غنرجعوا داك الكلمه اللي قلت لك ما كنعرفوش علاش كنقراو. شي كون كان التلميذ انه عارف علاش كيقرا ما غاديش تسنى منه سير راجع ولا سير هز كتابك، لانه هو غيمشي يهز كتابه لانه هو مولوع بالمسرح او مولوع بالفن او مولوع بالرسم. هو غيمشي يقرا داك الشيء هو بوحدو، ما تحتاجش ام ديالو تقول ليه دير هذه ولا دير هذه ولا دير هذه. لكن هنا فين كاين الاشكال، ان الدري كيبقى انه كيبان لي ان هادشي بريكول، خاصو الباك بريكول، خاصو ينجح فيه، هو ما عارفش ما غيدير ورا الباك. من ورا الباك غيعاود يسول عاوتاني، غيدير سونطر، غيدير لافاك، ومن غيشد ليسونس غيبغي يخدم، غيعيش واحد الحياه اللي كيشوف راسو انه الذات ديالو واحد اخر اللي عايش ماشي هو، ما مكونيكتيش بالداخل ديالو. الداخل ديالو ما عرفوش مني كان صغير. داكشي علاش كنقولوا ديما جبع داكشي اللي بغيتي باش مورا الباك تكون الطريق سهله بالنسبه لك، ما يمشيش لك عام
يعني ما عارف شنو غدير وجالس. ونمشيو لثالث سؤال عندنا في هذه الفقره هذه. دوينا على التلاميذ اللي ما فاهمين والو، دابا نمشيو للتلاميذ اللي فاهمين وكيفاش يديروا مراجعه ذكيه باش يجيبوا نقطه متميزه. الوغ بالنسبه للناس اللي فاهمين دروس مزيان وضابطين امورهم وكيفاش غيراجعوا، اغلبيه التلاميذ كيساليو بروغرام كيوقفوا كيكونوا فاهمين ما كيعرف راسو شنو غيبدا شنو غادي ندير، وكيجي واحد الوهم مهم. اسمع هذه مهمه بزاف. كيجي واحد الوهم ديال النقص، كيبدا يقول مع راسو واش بصح هادشي اللي فاهمو انا بوغ لو مومون راه هو كافي انني نمشي به للوطني. اللي غادي نقول لك هو انه راه كافي وكافي وكافي بزاف، غير خاصك تسقل الموهبه ديالو او تسقل ديك المعلومه اللي عندك. كيفاش تسقل ديك المعلومه؟ يعني كيفاش استاذ عطينا خطوات عمليه كيفاش نتعاملوا حنايا في هاد لا بيريود بالضبط قبل ما ندوزو الوطني كان ايتيديون فهم مزيان ضابط اموري عارف الكور ديالي مزيان ديجا خادم تمارين كيفاش غادي نسقل الفورماسيون وكيفاش غادي نواجه امتحان الوطني. بالنسبه للميكانيك غندوي على الفيزيك لان الماده ديالي اين فوا يسالي بروغرام هذاك الميكانيك باش سالا هو باش يبدا يراجع. كيفاش غيراجع؟ يعني انه يخدم تمارين متدرجات الصعوبه، انه ومني يخدم شي تمرين يحاول يستنتج منه الفكره. اين فوا يسالي داك التمرين يقول فوالا انا افلان شنو استفدت من التمرين؟ التمرين فيه واحد الفكره خليها في الدماغ. علاش تحط هذه الفكره؟ لان كاين وكاين وكاين كل ما كانش كاع ما غادي تكون. هنا التلميذ كيبدا يكتسب واحد المعارف وكيعرف يسلك اموره نهار الامتحان الوطني. هادشي اللي دويت على الميكانيك غيدير السيمانه الثانيه الكتريسيتي نفس الحاجه، الشيمي لي زوند نيوكليير، وغادي يكمل دي زيكزامبلون ويحاول يلعب على عامل الوقت. شكرا لك استاذ اسامه. نمشيو لاخر سؤال عندنا في هذه الفقره. استاذ بحكم اقتراب الامتحان اش بان لك واش الدروس اولا التمارين اللي خاص نركزوا عليهم بزاف؟ شوف الا قلت لك انا غتركز على التمارين غادي نكون بحال كنكذب عليك، لانه كانت كتمرين الا خرجتيه واش كيعني انك تخرج امتحان الوطني؟ ما كنظنش، لان التمرين فكره وربما الامتحان الوطني تقدر تكون فكره اخرى. ما تاخذش المعيار ديالك على التمرين. الوغ كنظن انايا انك تفهم داك الكور مزيان وتخدم بزاف ديال التمارين المتنوعه، وهذا الشيء تديرهم بجوج ضروري. اذا نمشيو لرابع فقره عندنا في هذه الحلقه واللي هي المنهجيه داخل الامتحان. السؤال الاول كيقول كيفاش يتصرف التلميذ في البكالوريا وسط الامتحان باش يتفادى نقطه كارثيه؟ هكاك سؤال زوين هذا. يعني حنا كندويو على داخل الفصل مده الامتحان ورقه تحطات. فوالا دابا هنا خاصني نهضر في هذا الموضوع، غنخليو بروف القصابي ويهضر معاك خوك اسامه. هذه الفقره هذه مهمه بزاف وشكرا بزاف لانك خديت هذه الفقره بعنايه كبيره. الوغ غادي نجاوبك، لكن ما غيجاوبكش دابا بروف القصابي، غيجاوبك خوك اسامه على حسب التجربه والاخطاء اللي طاح فيهم خوكم اسامه. المهم باش غيجاوبكم غنحيدوا الستار شويه ونشوفوا هادشي كيفاش غادي يكون، وتصنت ليا مزيان شنو غنديروا، لان خاصني نكون مرتاح مزيان في هذا الموضوع لان التلميذ غيواجه هادشي هذا. شنو السؤال ديالك؟ قلتي لي داخل الفصل كيفاش يتعامل التلميذ. دابا التلميذ فاش غيتحط ليه الامتحان الوطني، الورق الطبله شنو غادي يكون فيها؟ غيكون فيها لي كونفوكاسيون، غيكون فيها ورقه الامتحان، غيكون فيها ورقه التحرير، غيكون فيها بلانكو، غيكون فيها لاكارت ناسيونال، غيكونوا فيها السيلوات، غيكون فيها بزاف ديال المسائل في ديك الطبله. والصفاحي ديال الفيزيك اولا كيكونوا صفحات 6 صفحات. الوغ انت ما تقدرش تجيري ديك الطبله كامله، غادي تدوخ، زيد عليها الوسائل، زيد عليها الضغط ديال الامتحان، زيد عليها الاسئله، زيد عليها شحال من حاجه. الوغ انت نهار الامتحان كي غتصرف اول حاجه غادي دير، انا فاش غنكون خدام في الشيمي غنكون خدام مثلا في الكيمياء، لي زوند الكتريسيتي ميكانيك ما يكونوش حدايا، نبعدهم شويه وغنكون مركز انا على داك الشيمي. غناخذ واحد ورقه الوسخ مع المراقب نقول له عافاك استاذ عطيني ورقه الوسخ، هذيك الورقه الوسخ اللي غنخدم بها بالشيمي اين فوا نسالي الشيمي غنحيد ديك الورقه الوسخ نكمشها اللوحه، وهذيك الورقه ديال الشيمي غنتقل دابا لي زوند، غنحيد ديك الورقه ديال الشيمي ونجيب لي زوند. ما يكونش انا دابا فاش كنكون خدام مثلا في الشيمي ما يكونش حدايا الالكتريسيتي، ما يكونش حدايا لي زوند، يعني باش تبقى مركز على حاجه، باش تبقى مركز ونفوكسي لان هذيك الطبله راه ما غاديش تشدك الشيء كامل. وهذا الشيء انا ارتبكت به في البدايه، لكن تخيل معايا هذا الشيء كنقول لك اقسم بالله الا عقت به وسط الامتحان كان خاصني نديرو. انفو بديت نص ساعه الاولى بديت كنرتبك، قلت بلاتي صبر اسامه، هكا دويت مع راسي، حيد داك الشيء الاخر بعدته، ركزت على الورقه ديالي، اقسم بالله الامتحان مشى مزيان، مشى مزيان. اين فوا درت هاد الطريقه مشات مزيان. اين فوا غنسالي الشيمي
غنحيد عليا الشيمي وناخذ الشيمي ما يبقاش حدايا. هذيك ورقه الوساخ اللي كانت خدمت على الشيمي نحاول نكمشها وناخذ ورقه جديده اللي غنخدم بها الالكتريسيتي، لان طو في الشيمي هي اكس فينال سور اكس ماكس، لكن طو مثلا في الديبولير سي سيركوي سامبل هي غتكون ار سي. تخيل معايا انت ديك الطو تلفتي وخديتي غترون. الوغ علاش قلت لك خاصك تحيد ورقه الوساخ وتحيد اي حاجه؟ لان كيتبدلوا المفاهيم في كل درس، لان الرمز كيبقى هو ولكن المفهوم كيتبدل. الوغ هذه الحاجه الاولى. ثاني حاجه، انايا فاش غنبدا الامتحان الوطني غيبان لي مثلا خدام كنخرج في اسئله بان لي واحد السؤال صعيب. سؤال صعيب اولا بعد انا فاش كنكون خدام غنمشي بهذيك التقنيه ديال كيسيون دوني ريبونس. الوغ من الاول نقرا الوضعيه مزيان ونضبطها ونحط لي دوني اللي عندي، عاد نمشي للاسئله. ان فوا نقرا السؤال كنرجع لي دوني ديالي اللي حاطهم في الوساخ هما اللي كيحدوا لي طريقه الجواب. ما عمرني انا غنعقل على السؤال كيفاش غادي نجاوب عليه، يستحيل انني نخرج بهذه الطريقه، لان كيتبدل السؤال يقدر يبقى هو لكن طريقه الجواب اللي قرينا في 2023 يقدر يكون نفس السؤال اللي تحط في 2024 لكن ماشي نفس طريقه الجواب. شكون اللي كيحدد المعطيات؟ دونك ضروري نمشي بكاسيون دوني ريبونس ونمشي بشويه عليا. ربما غيجيك واحد التخوف وانت كتخدم الامتحان الوطني غتقول مع راسك واقيلا ما غادي نسالش سيرجو بديتي في الشيمي كتحس براسك ضربات 9 وانت يلاه في الشيمي. ما تخافش، ما تخليش داك العامل ديال ستريس يغلب عليك، غير بقى مكمل. هما عارفين انه راه قادر تجيبها في 3 السوايع، لان هذيك الوضعيه اللي محطوطه ديال التلميذ انه غيخرجها في 3 السوايع. الوغ ما تخلع ما والو، العامل الوقت راه ماشي ضدك، في الاخر تلقى راسك ساليتي كلشي. ما تخلع استاذ في اطار نفس في اطار هاد الفكره هذه، السؤال الثاني تقريبا كيتحدث على نفس اخر حاجه تكلمتي عليها، وهي كيفاش نقسموا الوقت نهار الامتحان. كيفاش التلميذ غيجيري الوقت ديالو نهار الامتحان الوطني؟ غيجيري على حسب البريم ديال السؤال. مني غندوي دابا حنا مثلا على الفقره ديال انه خدام في الشيمي عليه 7 نقاط، خاصو ما يفوتش فيه 45 دقيقه حتى 50 دقيقه 60 دقيقه. تقول لي استاذ ولكن قلتي لنا ما تشوف العامل الوقت، واخا هكاك الا شتي راسك فتي 45 دقيقه راه ماشي شي مشكل كبير ديال انك تستريسي راسك، حيت ديك الوضعيه اللي انت اللي فيها ما تستريساش مهما كانت يوقع اللي وقع. خليك مركز لان الامتحان راه بغى واحد الجانب نفسي اكثر من ان المعلومه، حيت كتلقى وليدات كيفهموا مزيان كيضبطوا امورهم ما تقدرش تعرفهم انت شخصيا كيمشيو للامتحان الوطني كيتخلعوا ما كيخرجوش. الوغ حنا كنحاولوا نتفاداو هذه القضيه هذه. اذا نمشيو لثالث سؤال عندنا في هذه الفقره هذه. استاذ الا وقفنا في شي تمرين شنو نديروا باش ما نضيعوش في الا وقفتي في شي تمرين شنو غادي دير باش ما تضيعش الوقت؟ قريتي واحد الكيسيون ما خرجش، غالبا هاد الكيسيون غالب الاحيان كيعطيك الريزولطا ديالو، لان الكيسيون اللي كيعرفوا انه التلميذ غيوقف فيهم بحال كيقول لك مونطري كو ان سي ايغالا 2 ميكروفاراد، غيقولها لك. هذاك السؤال كان شويه ما عرفتيش كيفاش تخدم، الوغ غتشد داك المعطى وتخدم به. في حاله اذا ما كانش المعطى غنخدم بكيسيون دوني ريبونس. شي اللي خدم اول حاجه خاصك دير كيسيون دوني ريبونس. اصلا تفادى، غنهضروا بعدا ان اصلا تفادى انك تطيح في هذا المشكل، هو انك خاصك دير كيسيون دوني ريبونس. او كاو ما طحتي في هذا المشكل ركز وتنفس مزيان، عاود قرا المعطيات وغتلقى الجواب بشويه عليك، لان اهم حاجه انك تعرف شنو كدير. نمشيو للفقره الخامسه عندنا في الحلقه ديالنا واللي كتقول الاخطاء والجانب النفسي. والسؤال الاول كيقول اش بان لك في اكثر الاخطاء اللي كيديروا التلاميذ في الوطني؟ اكثر اخطاء اللي كيديروا التلاميذ في الامتحان الوطني هو انهم كيتعاملوا معاه كانه شي حاجه اللي كبر منهم، مع ان الامتحان الوطني هذاك الامتحان الوطني ديك 3 السوايع اللي غادي دوزها في الفصل من 8 الصباح حتى ل 11 او لا سيونس مات من 8 حتى 12، هذيك لا بيريود ما تتعاملش معها لانك راه خايف منها، غتعامل وانت كتستمتع انك كتخرج داك الامتحان الوطني، لان العامل النفسي هو عنده تاثير كبير في كيحدد النقطه ديالك، يعني كيفاش يتعامل نفسيا مع الامتحان. انه كما قلت لك يشوف راسو انه هو عنده هذاك مجرد ورقه وامتحان، لانه هو نيت الا عطيتو امتحان الوطني في الدار غيخرجوا وغيجي فيه مزيان. دونك اول حاجه يشوف راسو هو كبر من الامتحان، ثاني حاجه هذيك راه ورقه راه خاصو يخرجها، وداك الشيء المفاهيم اللي اكتسبهم راه غادي يلقاهم وغادي يخدم بهم ويسقل داك الافكار اللي عنده في ديك الورقه. شكرا لك استاذ القصابي. فعلا المعلومات هذه خاص الانسان يدير بها باش يتفادى بحال هاد المشاكل هادو اللي كيوقعوا نهار الامتحان الوطني. استاذ انا عندي واحد الحاجه بغيت نضيفها مرحبا قبل ما ندوزو للسؤال الثاني. مرحبا. هاد المساله هذه كنا دوينا عليها في الحلقه الثانيه اللي دازت مع الاستاذ ايوب بوناغا، ولكن للاسف ما تشداتش لينا فاش كنا كنصوروا، كان وقع واحد المشكل وما تشداتش، داكشي علاش اضطريت ندوي عليها انا دابا، واللي هي استاذ اكيد غتتفق معايا فيها.
كيبانوا واحد التصرفات وبعض يعني اللعيبات كيبانوا فاش كيقرب الامتحان الوطني. على رأسها الماكلة. إنسان كيكون كياكل واحد الحاجة، يعني كياكل مثلا ديما مولف واحد النظام ديال الاكل كياكلو، كيوصل حتى النهار الوطني وكيبغي يبدل الاكل ديالو. المعدة. وانا المعده كتشاش تقول لك ذاك النهار واش غتدوز امتحان في القاعه ولا تولي مدوز في شي بلاصه اخرى. عرفتي يا خويا يونس، شكرا لك بزاف على هذا السؤال. انت شفتها من الجانب ديال الاكل، انا شفتها في واحد الجانب اخر. انا نهضر لك على الاكل. اولا قبل ما نوصل معك للاكل، واحد الحاجه مهمه بزاف. الناس اللي كيعرفوني في انستغرام او كيشوفوني في يوتيوب كيشوفوا انا بروف قصابي كيسهر بزاف. ما ننصح حتى شي تلميذ يسهر فاش يقرب من الامتحان الوطني. علاش يا استاذ؟ لان بغيت العقل كيكون مفوكس فهاد من 8 حتى ل 11. الا كنتي انت كتسهر استاذ انا راه كنخدم مزيان مع 2 الليل، كنخرج السيريات، كنخدم مزيان كتخدم مع 2 الليل مزيان، الامتحان الوطني مع 8 الصباح غتحس بالعيا، لان عقلك ما مبرمجش انه يخدم مع 8 الصباح. الوغ حاول الله يرضي عليك الا بقات داكشي فين هي الكاميرا، غنعاود نرجعوا للكاميرا. عافاك الله يرضي عليك، او لا الله يرضي عليك اختي او لا خويا، الله يرضي عليكم. الا قرب الوطني وبقات 10 ايام، حاول تنوض مع 6 الصباح وتعلم تبريباري مع 8 ديال الصباح. علاش؟ لان هاد القضيه هادي مهمه بزاف، لان عقلك خاصو يكون اكتيف في هاد لا بيريود اللي غدوز فيها الامتحان الوطني. تقدر تكون واعر في الامتحان الوطني، كتعرف تخرج كلشي، ولكن كتحس بالعيا مع 8 الصباح صافي انت ما كتقدرش ما كتكونش اكتيف. الو الامتحان غيكون مع 8 الصباح. حاول تسقل الافكار ديالك في هاد لا بيريود هادي باش عقلك يتبرمج على هاد المساله هادي، مهمه بزاف. نمشي معاك لجانب الماكله. العقل انه ديما كيفكر كيف ما غندوينا على الوقت، حتى الاكل نفس الشيء. الا كنتي مولف انك تفيق الصباح بكري تفطر، نهار الوطني فيق الصباح بكري وفطر. كنتي مولف كتفيق الصباح بكري ما كتفطرش، ما غنقولش نهار الصباح بكري ما تفطرش، غير حاول تاكل التمر الحليب. فطر على قدك، ما تكثرش بزاف من الماكله لانك انت ما مولف تفطر، غير هذاك الفطور غير باش تعطي الطاقه والانرجي لراسك باش انك تدوز داك الامتحان الوطني. نمشيو لثاني سؤال عندنا في الفقره ديالنا، وكيقول واش الجانب النفسي كيحدد فعلا النقطه ديال التلميذ في الامتحان الوطني؟ الشيء الى قلنا ان التلميذ انه خاصو يقرا وينجح باش انه يكون انسان واعر، الى قد ماش قرا قد ماش غيجيب، هنا نكونوا كنكذبوا على راسنا. علاش؟ لان بعض الاحيان وانت تقدر تكون كتعرفهم في العائله او لا في الدرب او لا انت دوزتي امتحان شفتيهم. شحال من بنت سيرتو البنات خطر لهم بزاف هذه القضيه هذه، كتكون ضابطه امورها مزيان، والدري اولا الدري ضابط امور مزيان، كيوقع ليه واحد البانيك وسط الامتحان. هذا العامل هذا فاش كيوقع ليه هو بانيك، هذيك الاسئله اللي عنده كتبلوكا بحال ما عمره ما قرا. علاش؟ اهم حاجه علاش يتفادى هذه، انه هي اللي قلت لك في الاول، انه يشوف هذيك غير مجرد ورقه، وهذاك غير امتحان وطني، ربما هو كبر من الامتحان الوطني بزاف، لان هذيك الورقه هذاك التلميذ اللي كيكون ضابط اموره مزيان كيتخلع. انا كنت نهار الامتحان الوطني تخلعت، لكن حاجه ايجابيه انك ممكن تخلع، لانك عندك شي حاجه اللي غتخلع عليها، كاين اللي ما عندوش شي حاجه اللي غيتخلع عليها. ونتمنوا ان اللي غيشوفوني دابا يعرفوا انه هو راه هذاك الامتحان الوطني مجرد ورقه، هذوك الافكار اللي عنده غيسقلهم في ديك الورقه صافي لا غير. يعني تقدر تعطي ديك الورقه في واحد القهوه او لا في دارهم او لا في واحد البلاصه كونفور، وما حاطط شي واحد يقدر يسالي ديك الورقه في ساعتين في المكان ويجيب فيها مزيان. علاش نهار الامتحان طريب هكا؟ لانه ضخم الامور في عقله. حاول ما تضخمش الامور، امورها بسيطه بزاف. شكرا لك استاذ اسامه القصابي. نمشيو للثالث سؤال عندنا في هذه الفقره، كيقول كيفاش يتعامل التلميذ مع التوتر والخوف نهار الامتحان الوطني؟ كيفاش يتعامل التلميذ مع التوتر والخوف؟ هو التوتر والخوف كاين شي نقول لك انا شوف التوتر سير من دراسك ما تسوقش. انا عطاك شنو غادي دير في الصباح بكري. شي الا كنتي انت دري مثلا غتمشي انت بوحدك على رجلك الامتحان الوطني، ثق بيا هادشي اللي غنهضر معاك افيكاس، وكان غيجيك غريب بزاف. ثق بيا يوز غيجيك غريب. فهمت شنو غيدير؟ مع تنوض مع 8 الصباح، مع تخرج من الباب هاش كرا كونفوكاسيون، مع غتخرج من الباب غتقلب على شي قرعه في الطريق، مع تلقى شي قرعه بقات بوظفها حتى المدرسه. ثق بيا انا نهضر معاكم بالمعقول، دماغك غادي ينسى انه راه كاين امتحان وطني، لانه هذاك ستريس غيمشي. كاع دوك لي سكيز اللي شتيهم في بلي 2 في بلي 3 وداك رونالدينيو وداك الشيء ديروا على ديك القرعه. هو عندك تبقى تلعب بهذا الشيء اللي معطل. لا عندك تبقى تدير هذا اللي معطل. علاش قلت لك هذه القضيه؟ لانه اهم حاجه انك ما تريحش مع انسان سلبي. فاش تكون جاي في الطريق
ما نتلاقاش مع واحد الانسان يقول لي واه هذا الامتحان باين غيكون صعيب، واه انا ما عنديش مع لي زوند، يا ربي تحط لي هذه، يا ربي ما تحطش هذه، عرفتي اللي مشات تحطو. ما نسمعش هاد السلبيه بزاف، انني غادي في الطريق. علاش انك تاخذ قرعه باش تسمع السلبيه؟ اللهم قرعه ولا سلبيه. ما تمشيش مع شي واحد اللي غادي يبقى يقول لك لا يا ربي تحط لنا هذه، كون تحطات هذه كون ما تحطاتش هذه، ويبقى يخربق لك في دماغك، لان ديك السلبيه وديك لينيرجي غادي توصلك، وانت غتحس براسك انت خديتي داك لينيرجي وداخل بها الامتحان داخل مخلوع. الوغ هذيك الدخله ديال انك انت داخل مخلوع بحد ذاتها انت راك خاسر، لان كما قلت لك انت شوف انت راسك كبر من امتحان الوطن. فعلا استاذ اسامه القصابي، الان غادي نمشيو يعني صراحه باش نقول لكم اللي كاين هاد 3 الفقرات اللي بقاو كيبانوا لي من اهم الفقرات اللي غنصوروا في هاد الحلقه هذه، خصوصا هاد الفقره هذه اللي غنتكلموا عليها، اللي غنتكلموا فيها على دور الاباء في المرحله ديال البكالوريا. السؤال الاول استاذ كيقول شنو الدور الحقيقي ديال الاباء في هذه الفتره هذه؟ الدور الحقيقي ديال الاباء في هذه الفتره مهم بزاف. علاش؟ لان داك الوليد اول واحد يقدر يكون كيشوف في حياته وباغي يجيب على ودو الباك، راه اللي كنسولو دابا كتقول لي اش بغيت تشرب، والديا ضربوا لي تمر. عارف راسك انت واحد العامل كبير في هذاك الوليد لانه باغي يجيب الباك. هذاك الوليد انت هذيك النفسيه ديالو حاول تعامل معها مزيان، لانه ماشي لمجرد انك تكون معاه وانك تتصرف عليه او لا كتاكلو وكتشربو غادي ترغموا انه يجيب لك الباك ويدير لك الميديسين ويدير هذه ويدير هذوك الوليدات حتى هما روح وناس وكيحسوا وكيتقلقوا وكيفرحوا، عندهم واحد المشاعر ماشي ماكينات. لانني كنظن وكنشوف على حسب حنا فين عشنا والبيئه ديالنا كمجتمع مغربي، كنلاحظ انه الوالدين، ما كنعممش لان التعميم لغه الجهلاء، الو كنلاحظ بعض الوالدين الله يهديهم انهم كيشوفوا وليداتهم واحد الاداء ولا واحد السلاح اللي غيضربوا به واحد الناس اخرين. الوغ علاش ولدي خاصو يدير هذا اللي جاب 19 باش انا راه اختو لا بنت عمو ولا بنت خالته انها جابت هي مزيان، المقارنه كنديروا على المقارنه. الوغ كيدخل في المقارنات. الوغ داك الوليد كيولي فاش كديروا فاش كتشدوا واحد السلاح ضد الناس اخرين، ولدك ما عمره ما كان سلاح، ولدك هو واحد الروح بغاك تحس بها وبغاك تعيشها وبغاك تعرفها وبغاك تفهمه وبغاك تصنت ليه. الوغ ولدك خاصك تعرف تتعامل معاه وتكون كتبغيه وحب غير مشروط، ماشي حيت هو صافي كون راضي عليه، يعني ماشي حيت هو ما جابش مزيان صافي انت راك مقصي معانا، انت ما جيتيش مزيان انت ما معناش، انت جيتي مزيان انت معنا. الوغ الدري كيبدا يديفيني ان الحب كيكون حب مشروط، وهذه الطريقه اللي كتعامل مع ولدك راه غيتعاملوا معاه ناس اخرين بها، لانه هو فاهم غير هذه الطريقه والخضوع وهادشي هذا. واش الضغط ديال الوالدين كيساعد ولا كيضر استاذ اسامه القصابي؟ شوف الضغط ديال الوالدين راه مهم بزاف، والوالدين عندهم واحد التاثير كبير كما قلت لك، راه ما خاصهمش يضغطوا عليهم اكثر من انهم يحسوا بدوك الوليدات. دوك الوليدات دابا طايحين في واحد لاشوت لانهم اول مره غيحسوا بواحد المسؤوليه اللي هي البكالوريا، لان التلميذ كيكون باقي مينور يلا كيضحك كيلعب باقي كيطلع البكالوريا كيتواجه مع واحد الامتحان وطني خاصو يبريباري ليه والناس والانظار وهذه. الوغ الوالدين عطيو لولادكم حب غير مشروط، تصنتوا لهم ومهما كانت النتيجه ديالهم بقاو راضين عليهم، وقولوا لهم انا ولدي او بنتي انا بغيتك تنجح، ولكن الا ما نجحتيش او لا هذه انا راضي بك او لا ما مشيتش هذه النقطه او لا، غير انا واهم حاجه هو نتايا او لا انت، غير كمل وثيق بيا. الشيء اللي الوالدين قالوا لولادهم هذا الشيء هذا ثيق بيا، الاولاد حتى هما راه كيحسوا وكيعرفوا ان الوالدين راه متعبين عليهم وغيفهموا راسهم وغيمشيو مزيان. فعلا استاذ اسامه، نمشيو لثالث سؤال عندنا في هذه الفقره هذه، كيقول كيفاش يقدروا يعاونوا الوالدين وليداتهم باش يدوزوا الباك في ظروف مزيانه؟ كما قلت لك سبق قلت كيونس انه يكون حب غير مشروط، ماشي ان هذا التلميذ هذا صافي انه الا ما كانش كيقرا مزيان او لو ما جابش هذه النقطه هذه ما نبيش، لان الا ما مشيتش هذه النقطه هذه راك انت مقصي، الا شتي هذه النقطه راك انت مقبول، هذه نتفاداوها. كيفاش غيعاونوهم؟ غيحسوا بهم ويقولوا لهم احنا راه معاكم وديما معاكم، ويحاولوا انهم يتواصلوا معهم ويكونوا قراب لهم هذه لابيريود، لان الوليدات كيحسوا بالمسؤوليه، وهذه المسؤوليه كيبغيو واحد الناس يكونوا معاهم. الوغ بين لي انك انت راه معاه وكتصنت ليه وحاول تفهم شنو كيقرا شنو ما كيقراش، ماشي بداك المفهوم ديال انك انت غتشوف شنو قرا ديال العقاب، بالعكس انك كتخليه يبارطاجي معاك
هذاك الشيء اللي كيعيشو، لانه الا بارطاجا معك داك الشيء اللي كيعيشو هو كيرتاح لك وكيمشي مزيان وكيسقل داك الافكار ديالو، وداك الشيء اللي كيكون هو مرتاح لانه ما عندوش واحد الضغط كثير. ما كنعنيش انه ما عندوش الضغط يعني ما نجحش، ما عمر ما كان الضغط هو اللي غيخليه يقدر ينجح بالضغط، لكن ما عمره ما غيكون انسان وعمره غيكون ناجح في الحياه، لان الضغط هو اللي كيخلي، خاصو ديما الضغط. الا بغى ينجح خاصو الضغط. ما نعلموش ولادنا انك الا بغيتي دي خاصك تضغط عليك باش لا، كتكون واحد الكومينيكاسيون بيناتهم. اولدي ابنتي ها شنو خاصو يكون، ها شنو خاصو يكون، اش بان لك، شنو المشكل ديالك، وتصنت لولدك وتصنت لبنتك، لان الانصات مهم بزاف وكيأثر عليه بزاف، لان كيحس بواحد التقدير الذات. لانك لا بقيتي كتقول ليه قرا انا كنعرف انا كنعرف انا كنعرف، ما كتصنتش ليه، هو بحد ذاته غيكبر بواحد الشخصيه ضعيفه بزاف، وفاش غيواجه سوق الشغل غيواجهه بالطريقه ديال ان داك الباترون ديالو هو باباه هو ماما بطريقه لا واعيه. الا ما اقول لك انه يقدر يواجه الشريك الحياه ديالو بحال باباه وماما، لان هذا موضوع خاصو بودكاست اخر، دونك نخليو الامور في هذا الجانب هذا. الوغ نتمنى ان الوالدين توصلهم هذه الرساله هذه ويحسوا وليداتهم ويعرفوا ان دوك الناس لا دوك الوليدات راه هما روح، وانهم كيحسوا كيتقلقوا، ماشي مجرد سلاح اللي غنضربوا به ناس اخرين، نحسوا بهم ونكونوا راضيين بهم، وحب غير مشروط بدون سبب. فعلا استاذ اسامه، قبل ما نمشيو للفقره المواليه غنبغي نتكلم على هاد الفقره هذه اللي دوينا عليها. بصفتي تلميذ مشبوع حتى انا بالبكالوريا، كنبغي نوجه رساله للتلاميذ اللي بحالي مشبوعين بالباك. اقل حاجه ماشي اقل حاجه، ولاني كيفاش غنشرح لكم، حاول تجيب الباك على ود والديك. اقل حاجه تقدر ديرها هي هذيك الفرحه. سافر ان الوالدين ضربوا علينا تماره صراحه وخدموا علينا، سافر هذا الشيء مزيان، لكن الوالدين خاصنا مره نجازيهم بشي حاجه، ان حنا واخا رساله لاي تلميذ غادي يشوفني، والدينا ماشي ضدنا وحنا ماشي ضدهم، وحنا والدينا ديما باغيين لنا الخير. حاول ان الام ديالك والاب ديالك راه ضرب عليك تماره ودار عليك واحد الخدمه، هذيك حاجه فري انه ولدك وهذه، لكن حاول نتايا تخدم على راسك وتقاتل، لان هما ربما ديك الغيره ديالهم وديك الفرط في الحب ديالهم لولادهم هما اللي كيخليهم يتعاملوا اولا كيتصرفوا بطريقه عاطفيه اللي كتكون بعض الاحيان ما غاداش مزيان مع التلميذ وكتاثر عليه بزاف، لكن هما راك ديما والدينا كيبقاو كيبغيونا وباغيين لينا الخير. هادشي اللي كاين. واش بالك شي فاش يا استاذ دابا راه تلميذ ديال البكالوريا راك عارف اش بالك هادشي. صافي يا استاذ، كنتفق معاك في هاد الاسئله هادو كاملين اللي تكلمنا عليهم في هاد الفقره. بصفتي تلميذ حتى انا متبوع بالبكالوريا، كنبغي نوجه رساله للتلاميذ اللي متبوعين بالبكالوريا بحالي. اقل حاجه تقدر دير هي تجيب هذاك البكالوريا باش تفرح الوالدين ديالك. الوالدين كيبقاو شي حاجه اللي ما كتعوضش، اللي عنده والديه الله يخليهم ليه، واللي ما عندوش الله يرحمهم ليه. اقل حاجه تقدر دير هي تجيب هذيك البكالوريا باش تفرح والديك. الوالدين داروا معنا شي حوايج اللي ما غايديروا معاك حتى واحد، هما اللي طلعوك توصل للبكالوريا، داروا معاك شي حاجه اللي ما غادي تشوفها مع حتى شي واحد. داكشي علاش كنبغي نقول الله يسمح لنا من الوالدين. ونمشيو للفقره السابعه واللي هي الفقره ما قبل الاخيره. اذا نمشيو للفقره ما قبل الاخيره عندنا في الحلقه ديالنا، واللي كتقول الجديد الوطني والاشاعات. هذا العام استاذ تم اعتماد اجهزه جديده لكشف الغش، كيفاش خدامين وشنو الهدف منهم؟ غادي نلبسوا فيزي بورت قصابي. قلت لي يا يونس ان الاجهزه اللي غيعتمدوا عليها الدوله باش ترصد حاله الغش. شوف انا ما غنهضرش على الدوله وما غنهضرش على حاله الاجهزه، انا نهضر مع التلميذ مباشره. شوف هذاك الجهاز اللي غادي ترصدوا الدوله، اللي غتحطوا الدوله باش ترصد حاله الغش، او لا واحد المنهجيه تعتمدت في باك 2026 ديال ان غيخليو واحد البلاصه ليسباس ديال السؤال. حاول ولدي او لبنتي ما تاثرش في هذه القضيه هذه، لانك انت شوف راسك واش انت داخل باش تغش. ما كنعرف ما فهمتش انا علاش شي دي زيتيديون اللي كيبداو يفكروا بهذه الطريقه. استاذ كيسولوني في الخاص كيقول لي استاذ واش بصح هذه القضيه ديال رصد الغش، وكتجي تسول وكتلقى جايب 19 في المراقبه. وانت اش بغيتي بهذه الحاله هذه؟ انت اش دخلك في هذا الشيء هذا؟ حالات غش ولا ما؟ شوف خليك مركز على الهدف ديالك. تعتمد الدوله على واحد الجهاز انها ترصد بالغش ولا ما ترصد بالغش. انا واحد الانسان اللي سوي وفاهم دروسي وعارف شنو باغي ندير، يكون جهاز ما يكون جهاز، انا عقلي في الورقه، ما ندخلش في واحد الحيتيات اللي انا ما غنتحكمش فيهم. كان ولا ما كانش انت راه خاصك تخرج. كان راك انت خاصك تخرج الفيزيك او الماط او الاس بي تي، ما كانش راه خاصك تخرج.
نمشيو للسؤال الثاني عندنا في هذه الفقره هذه. كنبغيو نشكروك استاذ القصابي على هذه المعلومات هذه اللي قدمتي لنا طيله هذه الحلقه هذه. شكرا لي الشرف انني صورت معك هذه الحلقه. شرف لي، شكرا. وكنشكرك مره اخرى. نمشيو للسؤال الثاني اللي كيقول واش هذه الاجراءات كتحقق تكافؤ الفرص بين التلاميذ؟ شوف، تكافؤ الفرص بين التلاميذ واش كتحققهم هذه ولا ما كتحققهمش؟ ما كنظنش. واش الفرص ما عمرهم ما غيكونوا متحققين، لان الحياه ربما بعض الاحيان في واحد المده وجيزه، ركز على بعض الاحيان، في واحد المده وجيزه غير عادله. سي فري ان كاين شي دي زيتيديون اللي حفظوا وقراوا وتقاتلوا كيوصلوني رسائل: استاذ رانا حنحفظ وهادي وكاين اللي كنقولوا كينجح. شوف، سي فري ان يقدر انت تحفظ وهادي تقدر ما دير والو. كيف تقدر دير؟ واش هاد الاجهزه انها كتحقق تكافؤ الفرص؟ شوف، الدوله دائما كتسعى انها تحبس هادشي ديال الغش، وهادشي ديال انه الانسان انه يقدر يجي يدير واحد VIP او لا كي تيديرها في ودنو انه ينجح، واحد تلميذ انه قرا وما نجحش. ما نقولش انه صافي نهايه العالم، ما كاينش انك حفظتي قريتي درتي انك ما درتيش راه نهايه العالم. ربي كاينه واحد العداله اللي كتكون عداله كبيره، هي العداله الالهيه. ربي ما عمره ما كيظلمنا. شوف، الا خدمتي وما جابش الله، ربما هذيك انها خير بالنسبه لك. كون عرفتي انه كان غيوقع كون عرفتي شنو كان غادي يوقع من بعد، ما كنتيش غادي تختار انك تنجح. الوغ ربي ما غيكونش انه ظلمك انه ما نجحتيش. ربي شاف شي حوايج ما شفتيوش انت. رخف على راسك وانك خدم وكتقاتل وكدير داكشي اللي عليك، وما عمرك ما تفقد الياس، وبقى ديما امن براسك. استاذ، نمشيو بعجاله لاخر سؤال عندنا في هذه الفقره هذه باش نتجهوا لاخر فقره عندنا. كيقول شنو الراي ديالك في الاشاعات اللي كتروج قبل الامتحان الوطني، خصوصا في هذه المرحله هذه اللي كيقرب فيها الامتحان الوطني؟ كيبداو يبانوا شي معلومات وشي اشاعات خاطئه كتشوش عقل ديال التلميذ. شنو تبغي تقول بالنسبه لهذه المساله هذه؟ شوف، عندي تحفظ كبير في هذا الموضوع. كنت لك في اللغه، غنعاود نقول لك عندي تحفظ كبير، لكن غادي نجاوبك وما تكونش لغه خشب. اشاعات راه قلتيهم اشاعات، ما غاديش نناقشوه، هما راه اشاعات. الوغ الا قلنا لواحد التلميذ انه واحد الدروس غادي تحطو في الامتحان الوطني، قلت لك مثلا اولدي راه RC غادي يكون في الامتحان الوطني، في احسن احتمال يطرح هو RC تحت في الامتحان الوطني. راه الا مشيتي شفتي RC ديال 2021 راه ماشي بحال ديال 2022 وماشي بحال ديال 2025 وماشي. راه لا كيسيون ديال كالكولي لا كاباسيتي سي راه كتقدر تبدل. راه ما كاينيش انك الا عرفتي الدرس اللي غادي تحط راه غتمشي تجيب 20، لان خاص تعرف السيتوياسيون. اهم حاجه اللي غادي تكون والسيتوياسيون، خاص التلميذ ما يكونش عنده القمر وما كيكونش كيفكر بديك الطريقه. صافي انا عرفت غدا غيتحط RC، راه ولو تبريباري RC تقدر تلقى واحد السيتوياسيون اللي انت خاص تخدم فيها دماغك، لان كما قلت في الاول ان الفيزيك كيعتمد على طريقه الجواب من خلال دوك المعطيات اللي كتكون كتحدد. الوغ انت عرفتي RC وعرفتي واحد الطريقه كتعرفها، يقدر يبدل هو المعطيات ما تعرفش تجاوب. الوغ ما تدخلش راسك في هاد الحيتيات وخليك مركز، واللي جا مرحبا وبسم الله وتيق في راسك. داكشي اللي كاين استاذ القصابي. نمشيو لاخر فقره عندنا في الحلقه ديالنا. كانت حلقه ممتعه معك استاذ. ما تنساوش تقولوا لنا، نقول لكم هاد الهضرات قبل ما نمشيو للفقره الاخيره، ما تنساوش تقولوا لنا الا بغيتي تشوفونا مع الاستاذ اسامه القصابي في حلقه واحده اخرى، بودكاست اخر، برنامج اخر، اي حاجه بغيتوها مع الاستاذ الجميل اللي شرفنا بالحضور ديالو اليوم. هبطوا لي كومونتير وكتبوها وغادي شباب ضروري تقولوا الموضوع اللي بغيتي. اذا بغيتوا شي بودكاست قلنا الموضوع اللي كتعانيو منه في كومونتير، وان شاء الله انا والاخ يونس غادي نناقشوه ونكونوا قراب لقلبكم وخفاف عليكم ان شاء الله. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا ونمشيو لاخر فقره عندنا واللي كتقول نصائح مباشره. وبعجاله غادي نمشيو لاول سؤال عندنا فيها. كيقول نصيحه اخيره لتلاميذ البكالوريا قبل ما يدوزوا الوطني. نصيحه لاي تلميذ غيدوز البكالوريا انه يعرف ان البكالوريا مجرد امتحان، والحياه كبر من البكالوريا. انك انت كانسان مورا شهر 7 راه غادي تعيش، شهر 8 غادي تعيش. الوغ نصيحه الناس اللي غيدوزوا البكالوريا، حاول انك تقاد لومبلوا ديالك لهذا البكالوريا. هو واحد الحدث، هذا الحدث هذا حدث ايجابي، ما تشوفوش حدث سلبي. انك عندك واحد الايفيرمون غتمشي دوزو. اول حاجه كما قلت لك غتنظم التوقيت ديالك، غتعرف الهدف ديالك وغتحدد شنو باغي نتايا. وهذا الشيء كامل راه ما كيحددش شكون انت. يعني ولو انك جبتي مزيان في البكالوريا راه مازال
الحياه راه كاينه قدامك، يعني الحياه ما كتوقفش عند البكالوريا، ولو انك ما جبتيش مزيان الحياه ما تبقاش على البكالوريا. فالنصيحه اللي غادي نعطيك ثق في راسك وحاول تخدم على راسك. انت راك ضربتي الثمانه من بدايه العام، تقاتلتي من بدايه العام، سهرتي، انت دابا غتجيني دوك الثمار في ذاك النهار. هذاك النهار بغيتو يكون واحد النهار اللي غادي تستمتع فيه، واحد النهار اللي غيكون زوين، غتفيق مزيان، غتفيق ناشط كما قلت لك. ضروري تبغوت القرعه، انا ما خرجتيش بغوتي القرعه بالزنقره ما كاين والو. المهم ضروري انك تعرف انك غتستمتع بذاك النهار لانك خدمتي وتقاتلتي على راسك، وما تشوف داك الشيء كانه شي حاجه اللي غادي شي صاعقه. بالعكس داك الشيء زوين وزوين بزاف، وحاجه اللي غادي تكون لك الشخصيه ديالك. وانت كما قلت لك قبل من الباك ماشي ورا الباك، ثق في راسك وشوف راسك وانت كبر من الامتحان الوطني. شكرا لك استاذ اسامه. نمشيو لاخر سؤال عندنا في الحلقه ديالنا وفي اخر فقره. شنو الحاجه الوحيده اللي الا دارها التلميذ غتفرق معاه، غتخلق الفرق معاه بزاف في النقطه ديالو في الامتحان الوطني؟ الحاجه كما قلت لك، اول حاجه انه يكون منظم نهار الامتحان الوطني. فاش جالس في الطبله يكون مرتاح، يكون لا ريسبيراسيون ديالو تكون مزيان. قبل ما تحط الورقه ثق بيا، غتحس بواحد الضغط. انا نعطيك شنو غيوقع لك. عارفين الكاميرا هي هذا من وجهك انا. شوف اسمعني سير صافي، شوف اسمعني، خوك اسامه غيتواصل معك. نهار الامتحان الوطني هو واحد ليفينمون اللي بغيتك انت تستمتع فيه. بروف القصابي يخدم معك واحد الخدمه اللي انت كتعرفها وفهمتيها مزيان. حاول الله يرضي عليك انك فاش تريح الامتحان الوطني هادشي غادي تواجهه. ان فوا مع 8 قل القسم انت مريح، قبل ما يتحطوا الاوراق تنفس مزيان، غيجيك واحد الضغط رهيب بديك الساعه. حاول ما تسمعش داك الضغط لانه كاين غير في الدماغ، الواقع شيء اخر. مني غادي تحط لك الورقه كما قلت لك غادي تنظم الطبله ديالك. فاش غادي تكون خدام في واحد الشيمي غادي تحيد عليك لي زوند نوكليير، الكتريسيتي، ميكانيك، سيلوات، كونفوكاسيون، حتى حاجه ما تبقى عندي ورقه اللي غادي نخرج فيها ورقه الوسائل وورقه الاسئله ونخدم شويه عليا. كما قلت لك نقرا السيتوياسيون مزيان، غنوطي لي دوني ديالي، غنمشي لي كيسيون. دوك لي كيسيون غنعتمد عليهم من خلال دوك لي دوني. او كاو انني وحدت في شي سؤال ماشي نهايه العالم، لان هذاك السؤال ربما انت غادي بواحد الريتم كتخرج هذاك السؤال بغى منك واحد الريتم ثقيل. ماشي اي سؤال راه صعيب، يقدر يكون بغى منك غير واحد الريتم ثقيل. دونك ما تخلعش بداك السؤال، حاول تفكر فيه وربي غيسر لك. ومني غادي تسالي الشيمي غتمشي للكتريسيتي وتحيد عليك كلشي وتكون مركز على الكتريسيتي. وديما اي ورقه الوساخ نحيدها. الا ساليت شي تمرين ناخذ ورقه الوساخ جديده وتنفس مزيان، لان داك ايفينمون بروف القصابي بغاك تكون فرحان فيه وتكون ناشط. وكان مهما كانت النتيجه ديالك انا راضي عليك، وكيف ما بغيتي تكون المستوى ديالك وكيف ما كانت انا تايق فيك وعارفك غدير شي حاجه. كان معك خوك اسامه في البودكاست. نتمنى تكون تقبلتي المرور ديالي وكنت خفيف على قلبك. شكرا لكم، الله يعاونكم، الله يسهل عليكم، الله يوفقكم، راكم ديما في القلب. شكرا. اذا بما انكم وصلتوا حتى لهذه اللقطه هذه اكيد غتكونوا تفرجتوا في الحلقه كامله مع الاستاذ اسامه القصابي استاذ ماده الفيزياء. اكيد غتكون استمتعتوا بالحلقه ديالنا، لنا الشرف اننا استضفنا هذا الاستاذ هذا. ما تنساوش تقولوا لنا مره اخرى الى عجبكم الاستاذ وعجبكم الطريقه ديالو في الهضره، واكيد عجبكم المستوى ديالو الراقي اللي كان به معنا اليوم. كتبوا لي تحت في لي كومونتير امتى تبغيو تشوفوا الجزء الثاني معاه الا كنتو بغيتوه، والموضوع اللي تبغوا نتكلموا فيه. تهلاو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.